بيبدأ المسلسل مع رانج وهي رايحة علشان تقدم على شغل في سلسلة فنادق مشهورة جدا اسمها فنادق الملك، وعلى حظها الفقر أول ما بيجي دورها علشان تعمل المقابلة الجزمة بتاعتها بتتكسر، فساعتها بتضطر إن هي تخش عادي ولا كأن حاجة حصلت. فالناس اللي المفروض هيوظفوها بينبهروا إن هي مهتمتش لحاجة زي ديت ولا خلتها تتوتر وكملت عادي. وبتكون الست اللي هتوظفها باردة جدا وبتبدأ تطلب منها طلبات غريبة زي إن هي تعزف على بيانو مش موجود أصلا، بس رانج بتعمل كل دوت عادي وبتكون متأكدة 100% إن هما مش هيقبلوها بسبب كل المصايب اللي هي عملتها دي، وإن شكلها زي الزفت ومفيش حد هيقبل حد كده أصلا. وبعد المقابلة دي بتروح تخرج مع أصحابها وبتحكي لهم عن كل اللي حصل ده، وبيسهروا طول الليل مع بعض يرقصوا ويقعدوا مع بعض يعني. وتاني يوم كلهم بيكونوا نايمين بعد السهرة الطويلة بتاعت امبارح، والبطلة بيجيلها مكالمة، ولما بترد بتلاقي إن المكالمة دي من فندق الملك وإنها اتقبلت في الشغل، فبتكون مش عارفة ده حصل إزاي بس مبسوطة قوي وبتروح تعرف كل أصحابها وبيكونوا فرحانين لها قوي. نيجي بعد كده لونو اللي هو البطل واللي بيكون نازل بالباراشوت عشان يوصل للشغل بتاعه، والشغل ده بيكون في فندق الملك برضه بس موظف يعني، بس بينزل على سطح الفندق الغلط فبيتأخر على الشغل بتاعه. ولما بيوصل شغله بيكون في كده موظف قديم بيقعد يديهم أوامر، وكمان بيفضل يعيب على وون وبيقعد يقوله إن هو يبطل يتفاخر يعني بالحاجات اللي هو لابسها دي لأنها أصلا كلها تقليد وإنها مش حقيقية. بعد كده بيكون في واحد معاه في الشغل زميله وبيقعد ينصحه إن هو ما يجيش متأخر تاني وإن هو يحترم المدير ده علشان يعني ما يستقصدوش. بعد كده نفس الموظف ده بيطلب منه هو والولد اللي معاه إن هما يطبعوا ورق، بس هو بيكون عاوزهم يطبعوا هما الورق ده لأن الطبعة بايظة، وبيجي المدير كمان وبيقول لهم إن هما لازم يصلحوها. بيكون الموظف اللي معاه دوت متوتر قوي بسبب إنه خايف يتطرد، وبيكون فعلا هيتحمل المسؤولية بس بيصعب على ون، وساعتها بيدافع عنه وبيقول لهم إن مش هما اللي بوظوا الطبعة وإن مش لازم هما اللي يصلحوها أصلا. وساعتها بنعرف إن هو ابن صاحب الفندق، وكمان بيقول لسانج إن هو يسيب الشغل ويشتغل معاه كمساعد. بعد كده لما بيروح باباه يكون مستغرب جدا من اللي عمله النهارده وإن هو كان بعته علشان يتدرب على الشغل مش عشان يعمل مشكلة. وساعتها أخته بتبان كده إنها مش بتحبه أصلا وبتقول لباباه إن هو يسفره بره علشان ياخد علم كافي وساعتها هيقدر يبقى يدير الفندق بعدين. بس بعد ما باباهم بيمشي بتروح تتكلم مع ون وتقول له إنه ما يفكرش إنه ممكن يدير الفندق ده أو يقرب على الفلوس حتى، ولأنها بتكون أصلا مش طايقاه. نيجي بعد كده لأول يوم شغل الرانج وبتكون مبسوطة جدا لأنها شغالة في فندق أحلامها، لأنها لما جت مع مامتها وهي صغيرة عجبها قوي الفندق ده. وبعد كده بتفضل هي وشوية معاها جداد بيسمعوا عن التعليمات والحاجات اللي لازم يعملوها في الفندق، وأهم قاعدة في الفندق ده إن هم لازم يبتسموا للزبون حتى لو هم مش طايقينه. وبعد كده رانجا بتروح وبتشوف مكان شغلها، وواحدة من اللي شغالين هناك بتقول لها ما تفتكريش إن جمالك دوت ممكن يفيدك في الشغل، لأنك ممكن كام شهر كده وتزهقي أصلا وتسيبي الشغلانة لأنها متعبة جدا وإن عمرها حتى ما تحلم إن هي ممكن تكون موظفة استقبال. بعد كده بنيجي لون وبيكون كمان معاه سانج وفعلا اشتغل معاه مساعد وبيكون بيشتري هدوم، وبيكون في تيشيرت كده مفيش منه غير 3 قطع بس وبيتباع منها واحدة، فهو بيشتري 2 يعني علشان محدش يلبسه زيه وكده لأن هو طبعا ابن صاحب الفندق وغني وكده. نيجي بعد كده الرانج وهي في الشغل وبيكون في واحد كده بيعاكسها وبعت لها كمان جواب فيه فلوس، بس هي مش بتكون عارفة مين ده، بس بتشوف ان التيشيرت بتاعه عليه نمر من ورا وده نفس التيشيرت اللي وون اشتراه بالظبط. فلما البنت اللي شغالة معاها بتقول لها على التيشيرت ده بتفتكر ان هي شافته فعلا وبتروح علشان تمسح بكرامته الارض، وبتروح فعلا بس بتكون راحت للبطل لانه لابس نفس التيشيرت وهو مش بيرد عليها، فبتوقعه من على المشاية وبتسيبه وبتمشي، وطبعا بيكون منظره زي الزفت وكاريزمته بتروح. بعد كده اخت وون واللي هي مالكة الفندق حاليا بتقابل رانج، وساعتها بتلاقي ان ابتسامتها جميلة وهي كمان جميلة، وكمان بتلاقي ان هي شاطرة جدا فبتقرر ان هي تعينها في الاستقبال، وبيكونوا كلهم مصدومين يعني ازاي هتتعين في الاستقبال ودوت لسه اول يوم ليها. وفعلا البنت المشرفة عليها بتعمل لها اختبار فبتلاقيها شاطرة جدا وكمان بترد عليها باكتر من لغة وفعلا بتتعين في الاستقبال. وسنة ورا التانية ورانج كانت شاطرة جدا في شغلها وكل سنة بتترقى، وون كمان بيكون سافر بره كوريا وحقق انجازات كتيرة جدا، وفي سنة 2022 بيقرر خلاص ان هو هيرجع لكوريا. فعلا وون بيرجع لكوريا وبيقول لباباه ان هو عاوز يشتغل في الفندق، بس اخته بتكون متضايقة قوي وبتقول له كمان ان هي هتساعده يعني، وباباهم ساعتها بيقول لهم ان واحد بس منهم اللي هيكون خليفته فلازم يشتغلوا كويس قوي علشان يعني يشوف هيبقى مين خليفته. وكمان باباهم بيطلب من وون ان هو يرجع للبيت قبل ذكرى وفاة والدته، فساعتها وون بيتضايق جدا وبيقول له انا حتى ما اعرفش شكلها، ذكرى وفاة ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ بس باباه بيتعصب جدا وبيقول ان هو هيرجع للبيت غصب عنه كمان ان هو لازم يحضر ذكرى وفاة مامته. وفعلا تاني يوم وون بيكون بيجهز علشان الشغل بتاعه، وسانج بيديه كده ساعة قديمة بيعلقها في هدومه وبيكون واضح كده ان الساعة دي مهمة عنده. نيجي بعد كده للبطلة واللي بتكون عاوزة تروح الحمام فبتستأذن
تستأذن من المديرة بتاعتها، بس هي مش بترضى وبتقول لها الأول تجيب موبايل من أوضة كده، فما بيكونش عندها أي حل تاني غير إنها تطلع وتجيب الموبايل فعلا. بعد كده تروح الحمام براحتها، وبتدخل الأوضة فعلا وبتجيب الموبايل، بس ما بتكونش قادرة وبتشوف حمام الأوضة فعينيها بتلمع وبتقرر إنها خلاص هتخش، وبتطلع إن الأوضة ديت على حظها الفقر أوضة البطل. وفي نفس الوقت اللي دخلت فيه الحمام بيخش عليها الأوضة على طول، بس مش بيشوفها يعني. وهي في الحمام بتكتشف إن هو حواليه إزاز كده، والإزاز ده تقدر تخليه شفاف أو مش شفاف، وبتفضل تلعب بالريموت ولا كأنها أوضتها. والبطل وهو معدي بياخد باله إن في حاجة غريبة، فبيروح عشان يبص في إيه، فأول ما بيبص بتروح فاتحة الريموت على طول وبتخليه شفاف، فطبعا بيتصدم جدا وما بيكونش عارف يعمل إيه في الموقف المهبب ده. المهم انها لما بتخرج بعد كده بيفتكروا بعض، وان ده نفس الولد اللي شفته على المشاية من زمان قوي، وساعتها بتفتكر انه كان بيعاكسها، فبتتعصب عليه جدا وبترفض كمان ان هي تعتذر له بما انه بقى شكله كده مش مظبوط. بعد كده بيكون في حفلة عشان يرحبوا بمدير الفندق الجديد، بس المدير ده بيطلع هو نفسه وون. وطبعا رانج بتكون مصدومة جدا لانها لسه مدياله كلمتين فوق ومهزقاه تهزيق، انما ايه في الاخر بيطلع ان هو كمان ابن صاحب الفندق. وون اول ما بيطلع بيكون متوتر جدا ومتضايق جدا لان كل الناس بيكونوا بيبتسموا، والواضح كده انه بيكون عنده ذكرى وحشه جدا عن الابتسام ده، وان هو مش بيحب ان الناس تقعد تضحك كده ابتسامه فيك يعني. بس في الوقت دوت رانج بتكون هي اللي هتطلع تقدم له الورد يعني، علشان هي اشطر موظفه في الفندق. ولما بتطلع ساعتها التوتر بيخف عنه شويه، وكمان بيتصدم ان هي نفسها اللي هتقدم له الورد، وهي كمان بتحاول تخبي وشها كده منه بس بيقفشها يعني. وبعد التكريم ده بنعرف ان وون دلوقتي بقى مسؤول عن رانج والفريق بتاعها كله، وساعتها بيسألها هي ليه عملت معاه كده من كام سنة يعني، ووصفته ان هو منحرف وبيعكسها، فحكيت له على كل اللي حصل يعني، فقال لها ان مش هو اللي كان عامل كده وان هي ساءت الظن فيه، وكمان بيهزقها ويقول لها ان هي مش نوعه المفضل، واحنا متعودين بقى طالما قال لها انت مش نوعه المفضل يعني هيحبها. المهم يعني بيديها كلمتين في جنابها وبعد كده بيخليها تطلع بره، ولما بتيجي تضحك له الضحكة اللي بتضحكها على طول بيقول لها ما تضحكش كده تاني لانه بيكره الابتسامات الفيك. نيجي بعد كده لرانج واللي بيكون جالها دعوة في مكان مهم قوي في الفندق، ما بيروحوش غير الناس المهمين يعني، وهناك البطل بيقول كلمة وبيقول ان هو هيخلي الفندق ده من غير ابتسامات فيك بما انه بقى المدير دلوقتي. وبنعرف بعد كده ان كل اصحاب رانج برضو شغالين في شركات تابعة للملك، زي مثلا الطيران والتوزيع والحاجات ديت. نيجي بعد كده لتاني يوم في الفندق واللي بيكون فيه ست مشهورة حاجزة أوضة، بس عاوزة تاخد أوضة كمان ببلاش مقابل يعني ان هي تعمل لهم دعاية، بس رانج طبعا بتقول لها ان ده مش من قوانين الفندق وان ما ينفعش تعمل حاجة زي كده، فالست بتطلب مديرتها على طول، وبالصدفة وون بيكون معاه. ساعتها بيعرف المشكلة من رانج وبيسألها هي ازاي يعني بقالها 7 سنين شغالة هنا ومش عارفة تتعامل مع واحدة زي دي، وكمان بيطلب للست دي الأمن يعني. بعد كده وون بيتكلم مع رانج في مكتبه وبيقول لها ان في برنامج كده المفروض هي تروحه، وان هو خلاص قدم لها وهتروح معاه علشان يعملوا دعاية للفندق يعني. فرانج بتتعصب جدا وبتقول له انت ازاي ما تاخدش اذني قبل ما تعمل حاجة زي دي، وان هي مش موافقة اصلا ان هي تروح البرنامج ده، بس هو بيقول لها ان هي لازم تروح ومفيش اي حاجة من الكلام ده لانه هنا هو صاحب القرار. وبعد كده بنعرف ان رانج مرتبطة وكانت مع حبيبها في حفلة لم الشمل بتاعة المدرسة بتاعته، وهناك بيفضل سايبها وقاعد مع اصحابه البنات، فبتتضايق جدا وبتسيبه وبتمشي، وبيبان كده ان حبيبها ده مش مهتم لها. نيجي بعد كده لليوم اللي هيسافروا فيه، وطبعا مسلسل كوري بقى ورومانسي وكده، اول ما البطل بيشوف البطلة بيعجب بيها على طول ولا كأنه اول مرة يشوفها يعني. وبعد كده بيوصلوا فعلا وبيروحوا على المكان اللي هيعملوا فيه اللقاء. ساعتها فعلا بيبدأوا البث المباشر، وبيكون أول سؤال إذا كان هو شبه مامته ولا لأ، فهو بيتضايق جدا لما بيسمع السؤال ده وبيمشي، بس رانج بتتصرف بسرعة وبتبدأ تحكي إزاي هي حبت فندق الملك وحبت إن هي تشتغل فيه. وبعدها بشوية وون بيرجع وبيقول لها إن هو عاوز يشوف الأسئلة، فعلا بتوريها له وبيلاقي إن كل الأسئلة عن مامته، فبيرمي الورق وبيقول لها تسأله أسئلة هي عاوزة تسألها له بجد مش اللي مكتوب ده. فبعد التصوير بقى بتزعق له وبتقول له إنه المفروض ما كانش يعمل كده لأن هي ممكن تخسر شغلها بسبب اللي هو عمله ده، لكن هو مش هيتأثر في حاجة. وبيجي بقى تاني يوم واللي المفروض في اليوم ده كانوا هيتصوروا فيه، بس وون بيكون رافض الابتسام خالص لان زي ما قلت لكم قبل كده ان هو مش بيحب يضحك، فبيضحك ضحكة غريبة قوي، بس هما بيقولوا ان هما هيبقوا يعدلوها وهما بيعملوا الصور. وبعد كده كانوا راكبين مركب علشان يعني يرجعوا، بس المركب دي اتعطلت، فسواق المركب وقفهم في جزيرة وقال لهم ان في فندق هنا يقدروا يقعدوا فيه، ففعلا بيمشوا علشان يدوروا على الفندق ده، بس وون بيكون مرعوب قوي ولازق كده فرانج ولا كأنه عيل صغير، وبيلاقوا ست كده قدامه عجوزة، فأول ما بيشوفها بيغمى عليه
على طول. وبعد ما وون بيفوق بيلاقي ان الست ديت اصلا هي صاحبه الفندق اللي صاحب المركب قال هو عليه، وان هو ورانج لابسين لبس العواجيز دوت، وهي جايبه لهم اكل وشرب، وبيكون مش عاوز يقعد هنا بس ما قداموش حل غير كده، وبيبداوا يقعدوا ياكلوا ويشربوا مع بعض وبيبقوا مش في وعيهم اصلا، وبيبدا كل واحد فيهم يطلع العيوب في اللي جنبه. بس وون لما بيكون شايفها وهي بتضحك كده بيقول عليها جميله، وبيبان ان هو شكله كده بدا يعجب بيها. وتاني يوم بقى لما بيصحوا وون ورانج بيركبوا على عجله مع بعض وبيكتشفوا القريه كلها. لما بيرجعوا الست بتكون عاوزه تدفعهم مبلغ كبير جدا مقابل اليوم اللي هم قعدوا عندها ده، بس رانج بتكتشف ان صاحب المركب هو ابن الست ديت، وان المركب ما كانتش بايظه ولا اي حاجه، وان كل ده هو عمله علشان يقعدوا هنا ويدفعوا فلوس. فساعتها بتقدر تقفشهم وما بيدفعوش كمان فلوس كتير. وبعد لما بيرجع للبيت بابا بيقول له هو عمل كده ليه في المقابله بخصوص سؤال مامته، فون بيقول ان هو مش بيحب يتكلم عنها، وبيساله هي مامته فين، بس هو مش بيرضى يقول له. بعد كده بقى ابو وون بيروح لرانج شغلها وبيرقيها ان هي تشتغل في مكان كده اسمه صاله اللحظات السعيده موجود في الفندق، وواضح كده ان المكان ده كبير قوي ومهم. يجي بقى بعدها لون واللي بيكون عمال يتفرج على صور رانج لما كانوا مع بعض، وبيكون مبسوط قوي وباين جدا ان هو خلاص معجب بيها، ولا كانه كان لسه بيقول لها ان هي مش نوعه المفضل. وبيعمل اختبار كده علشان يعرفوا اذا كان هو معجب بشخص ولا لا، وبيعرف ان هو كده معجب برانج فعلا. فبيقرر ان هو بعد الشغل يروح يتكلم معاها، ولما بيروح علشان يكلمها بيلاقيها واقفه مع حبيبها وبيحضنها، فساعتها بيتصدم قوي. وساعتها حبيب رانج بيقول لها ان هو اسف على المره اللي فاتت لما كانوا خارجين، وبيقول لها ان هو عاوز يتكلم معاها دلوقتي، بس هي لما مش بترضى بيقول لها انه وراه ميعاد مهم مع اصحابه، فعشان كده مش هيعرف يقابلها تاني. فساعتها فعلا بينفصلوا، ورانج بتحكي لجدتها كل اللي حصل ده، فجدتها بتقعد تهون عليها يعني. وتاني يوم في الشغل بقى في واحده بتاخد رانج علشان تعرفها على المكان اللي هي تشتغل فيه اللي هو صاله اللحظات السعيده، والموظفين اللي شغالين مع رانج بيكونوا مستغربين قوي ازاي واحده كحيانه زيها جت تشتغل في مكان زي ده، مع انها ما عندهاش حتى واسطه عشان تشتغل هنا. وبعد كده بنعرف ان وون هو اللي مسؤول عن صاله اللحظات السعيده اصلا، وساعتها بيبعت رساله لرانج ان هو عاوز يقابلها، بس هي مش بتشوف الرساله ولا بتعبره. فتاني يوم وهي في الشغل بيروح لها وبيطلب منها ان هو عاوز يعزمها على الغداء مقابل ان هي عزمته هما في الجزيره، بس هي مش بترضى وبتقول له لو عاوز يقول لها حاجه يقولها لها دلوقتي. فبيروح يقول لسانج المساعد بتاعه ان هو يعمل اجتماع غدا علشان يعرف يقابل رانج. ففعلا بيعمل اجتماع، واول ما بيروح بيلاقي ان كل الموظفين موجودين مش رانج بس، فبيكون متضايق بس بيركز معاها وهي قاعده بتاكل، وبيلاحظ ان هي مش بتاكل فبيجيب لها اكل مخصوص ليها لوحدها. فبعد ما بتخرج بتقول له انه ما كانش ينفع يعمل كده، وان هو بيحرجها قدام الناس اللي معاها في الشغل، وان هي عاوزاه يتعامل معاها زي اي حد عادي. وتاني يوم بيعرف من المساعد بتاعه ان النهارده هو عيد ميلاد رانج، ورانج في اليوم ده بالليل لما بتخرج من الشغل بتلاقي ان حبيبها واقف وعاوز يصالحها ويحتفل كمان بعيد ميلادها، بس هي بتتضايق منه جامد وبتقول له ان هي مش عاوزه تكون معاه تاني، وبتمشي وبتبدا تعيط. وفي الوقت دوت الدنيا كانت بتمطر، فبتلاقي حد بيحط لها المظله، والحد ده بيكون هو وون. وبعد كده وون بيعرض عليها ان هو يوصلها علشان الدنيا بتمطر، ففعلا بتوافق. وهي في العربيه بتنام، بس لما بتصحى بتلاقي ان وون اخدها المطعم علشان يحتفل معاها بمناسبه عيد ميلادها، وكمان جايب لها هدوم علشان هدومها اتبلت من المطر، وبيقول لها تخش تغيرها. ولما بتلبس اللبس بتكتشف ان وون لابس نفسه بالظبط، بس بيقول لها يعني انه ما خدش باله وجابه بالغلط. وبيقعدوا ياكلوا، وكمان البنت اللي في المطعم بتصورهم وبتفتكر ان هم كابل مع بعض. وهم بياكلوا بقى رانج بتساله هو عارف ازاي مقاسها ومقاس الشوز بتاعها كمان، فون بيقول لها ان هو جابهم بالصدفه وطلعوا على مقاسها، بس الحقيقة بقى ان هو فضل يقيس جزمتها وعانى كتير جدا علشان يلاقيها، وكمان هو قاصد يجيب لبسهم شبه بعض. بعد كده بيوصلها لبيتها، ورانج بتشكره على كل اللي عمله عشانها. وساعتها حبيب رانج بيشوفهم مع بعض وبيفتكرها مرتبطة بيه، وبيفتكرها انها سابته علشان وون، فساعتها بتزعقله وبتقوله ان هو ملهوش دعوة بيها وان هما انفصلوا خلاص. ولما بتطلع لبيتها وون بيكلمها وبيطمن عليها وبيقول لها ان هو المفروض يحمي الموظفين بتوعه، وطبعا دي اي حجج يعني. ولما صاحبة رانج بترجع بيته بتلاقي ان هي كانت جايبه هدوم شبه مديرها ولابسين زي بعض يعني، بتقول لها ان اكيد مديرها ده بيحبها، وان هو لو ما كانش بيحبها ما كانش عمل كده. بعدها بكام يوم وون بيزود شويه مهمات على الناس اللي شغالين في صاله اللحظات السعيده، وكل زمايل رانج بياخدوا اسهل المهمات وبيسيبوا لها هي اصعب مهمه، اللي هي تروح لواحد ساكن في الجبل علشان تقنعه يرجع يتعامل مع الفندق تاني، لان هو بيورد لهم زهور نادره جدا. وون بالصدفه بيعرف ان رانج هي اللي اخدت اصعب مهمه،
فبيكون قلقان قوي عليها. وفعلا رانج بتوصل بس بتلاقي ان مرات الراجل هي اللي موجوده، فبتكون لازم تروح للراجل نفسه، فبتبدا تدور عليه. بس في اليوم ده الجو بيقلب خالص والدنيا بتبدا تمطر ورعد وحاجات غريبه كده. وساعتها رانج بتكلم وون في التليفون وبتقول له ان هي خلاص قربت تلاقي الراجل وهتيجي، فبيقول لها انها ترجع بسبب الجو ده يعني. بس فجاه وهي بتكلمه بتقع من الجبل، فالتليفون بيفصل وبيغمى عليها. بس لما بتفوق بيكون الليل ليل وبتكون لوحدها وخايفه قوي، وكمان موبايلها مش عارفه تتصل منه. الوقت ده بقى وون بيكون هيتجنن لان رانج مش بترد عليه، فبيروح عند اخته وبياخد منها الطياره مع ان ده غير قانوني، بس كل دوت علشان ينقذ رانج. وفعلا بياخد الطياره وبيروح لها، وبيكون مش محضر اي حاجه هيجيبها ازاي او كده، بس بينزل لها من الجبل وبيبقوا الاتنين محشورين تحت ومش عارفين يطلعوا ازاي. واول ما رانج بتشوفه بتطمن على طول وبتبدا تعيط وتحضنه لانها بتكون كانت خايفه جدا. بس بعدها في راجل بيلاقيهم، والراجل ده بيكون هو نفسه اللي رانج كانت جايه تدور عليه اصلا، وبيسيبوه وبيباتوا عندهم. وتاني يوم بقى بيروحوا علشان يقنعوا الراجل دوت ان هو يكمل تعاقد مع فندق الملك. في الاول بيكون رافض، بس لما رانج بتديله نبته نادره قوي هي لقيتها امبارح لما وقعت من على الجبل بيوافق على طول. وبعد كده وون بيوصل رانج لمحل جدتها وبيساعدهم هناك، ولما بيخلصوا رانج بتاخده في جوله كده في الشارع بتاع جدتها وبتوريله كل حاجه، وبيكون مبسوط قوي وبيلعب لعبه حظ كده وبيفضل يخسر فيها لحد ما رانج بتساعده وساعتها بيكسب، فبيحضنوا بعض هما الاتنين قوي وبيكونوا فرحانين. بس بعد كده بيستوعبوا وبيرجعوا عادي، وبيوصلها بعدها للبيت وبيكون فرحان قوي، وكمان بيطلب منها انهم يخرجوا مع بعض في ديت فبتوافق. وتاني يوم بقى بيكون عندهم حفله كبيره جدا في الفندق، وبيكون في صندوق كده المفروض رانج تديه لون، ولما بتروح علشان تديهوله بتلاقي ان في بنت كده بتحضنه وبتقول له هنتجوز امتى بقى، فبتتصدم قوي رانج وبتديله الصندوق وبتمشي. ولما بترجع للبيت بتكون لسه بتفكر في الموضوع وزعلانه، واصحابها بيحسوا ان هي زعلانه كده فبيهونوا عليها وبيجيبوا اكل وبيعملوا حفله على قدهم في البيت، وبيكون الاكل لسه ما جاش. فلما الجرس بيرن رانج بتفتكر ان الاكل جا وبتروح علشان تفتح، بس بتلاقي ان هو اللي في وشها. ولما بيخش بقى بيقعد مع رانج واصحابها وبيقول لهم انه شغال معاها في الشغل، فساعتها بيفضلوا يلقحوا على ابن صاحب الفندق اللي هو وون يعني، بس هم ما يعرفوش، وبيقعدوا يقولوا ان في شائعات عنه ان هو مغرور ومتكبر وبيعامل الموظفين وحش. فرانج بتحاول تداري على المصيبه ديت وتقول عنه كويس يعني. بعد كده بيسيبوهم يقعدوا لوحدهم وبتساله مين هي، فبيقول لها ان هي زي اخته عادي جدا، بس هي حضرته لان هي بقالها كتير ما شافتوش. فبتقول له بعد كده ما يبقاش يتقرب من البنات، فبيقول لها حاضر وبيحس ان هي غيرانه كده. تاني يوم بقى اخته وون في الشغل بتطلب من رانج ان هي تنسب كل الفضل ان هم انقذوها يعني لما وقعت في الجبل للشركه. بس في المؤتمر الصحفي رانج في اخر كلامها بتشكرون ومش بتعمل زي ما اخته قالت، بيكون فرحان قوي. بعد كده بيقعد هو واخته مع باباه وبيقول لهم ان في امير عربي غني جدا جاي على كوريا وان هو عاوزهم يخلوه جست في الفندق بتاعهم. فون بيقول له ان هو هيعمل كده، وفعلا بيقدر يخلي الامير العربي ده يقعد عندهم في الفندق وبيقضي احلى الايام عندهم. وهو ماشي بيشكرهم على الاقامه الحلوه اللي هم خلوه يقعد فيها. بعد بقى ضغط الشغل ده رانج واصحابها بيروحوا الساونا وبيقعدوا فيها مع بعض عشان يستجموا، وساعتها وون بيكلمها وبيجي كمان يقعد معاهم. ووقتها صحاب رانج بيقعدوا معاه وبيقرروه وبيعرفوا منه انه معجب برانج، فبيقول لهم ان هو مش عارف يقول لها ازاي، فبيقولوا له ان هو لازم يعتمد على نفسه كده ويعترف لها على طول قبل ما تضيع منه. فبيروح لرانج وبيقول لها انه عاوز يعزمها على ديت بدل اللي باظ المره اللي فاتت ده، فبتوافق فعلا. وبعدها في اليوم اللي اتفقوا عليه بيروحوا ديت في مطعم، والمطعم ده ما بيكونش فيه اي حد غيرهم، وبيكون وون هو اللي هيطبخ بنفسه كمان. وهو بيطبخ بيطلع نار بالغلط فرانج بتخاف، فعلى طول وون بيطمن اذا كانت رانج كويسه ولا لا. وفي الوقت ده بقى بيعترف لها اخيرا ان هو كان معجب بيها ودلوقتي بيحبها قوي، فبتقول له ان هي كمان بتحبه قوي دلوقتي. وتاني يوم بقى وون بيفضل لازق لرانج في المكان اللي هي شغاله فيه، وكلهم محدش فيهم بيكون مرتاح، فبيقولوا لها يعني تروح تقول له، ففعلا بتروح وبتقول له ان هو يمشي لان زمايلها مش مرتاحين ولا هي حتى مرتاحه. وبعد الشغل بقى وون بيروح علشان يزور جدة رانج، ولما بيروح هناك بيلاقي ان هي هتقع خالص فبيلحقها، هو بيوديها للمستشفى علشان ما يكونش فيه اصابه. ويومها بقى رانج وون بيباتوا في بيت جدتها علشان يفضلوا جنب المستشفى يعني، وبيكون وون مبسوط ان هو بيقضي الوقت مع رانج. وتاني
يوم بقى لما جدة رانج بتخرج من المستشفى بتاخد ون معاها وبتحط له فلوس كده في حساب، وبتقول له ابقى حوش هنا علشان تجيب شقة ليك انت ورانج، بس ما بتكونش عارفة يعني ان هو غني. وبالليل بقى وهي واقفة مع ون صحابهم بيكونوا هيشوفوهم، فبترمي ايد ون بسرعة، وساعتها يا عيني بيكون مصدوم من اللي هي عملته ده. ساعتها بقى اصحاب رانج بيقعدوا مع ون وبيفضلوا يحكوا عن هم الشغل وانهم نفسهم في اجازة عشان يخلصوا من الضغط ده. فتاني يوم على طول ون بينظم رحلة بيكون طالعها كل اصحاب رانج وكمان هو وسانج، وبيروحوا يقابلوا بعض في المطار، وبيكون مساعد وون هيفضحهم وبيعرفهم على سانج كأنه هو المدير مش وون. وبيوصلوا فعلا للبيت اللي هيقعدوا فيه طول الرحلة، وبيكون وون والمساعد بتاعه في أوضة والتلات بنات في أوضة. وأول ما بييجوا بيغيروا هدومهم وبينزلوا في حمام السباحة على طول، وبيقضوا وقت حلو مع بعض، وطول اليوم بياخدوا جولة في المكان اللي هم رايحينه. بس بيكون وون عاوز يقعد مع رانج لوحدهم قوي، بس مش بيعرف عشان صحابهم بيطبوا عليهم. وبالليل بقى بعد ما صحابهم بيناموا بينزلوا يتقابلوا مع بعض لوحدهم، وبيقول لها انه هيسفرها مرة كده بس يكونوا هما الاتنين مع بعض يعني. وتاني يوم بالليل بقى وهم خارجين بيكون عاوز يقعد مع رانج لوحدهم، فبيشد ايدها وبيجري، وبيكون كل الناس بيبصوا لهم باستغراب، وبيكونوا بيبصوا باستغراب لانه شد ايد المساعد بتاعه مش رانج ولا حاجة، وبيكون شكله اهبل جدا. وتاني يوم بقى رانج وون بيقدروا يهربوا من صحابهم ويخرجوا لوحدهم يعني، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وساعتها وون بيحكي لرانج عن مامته وان هي سابته وهو صغير، بس هو مش عارف السبب اللي هي سابته علشان، وانه لما كان بيسأل حد عنها مش بيرضى يقوله خالص. فرانج بتواسيه وبتقوله ان هو ما يزعلش وان هي جنبه وممكن تهون عليه اي حاجه، وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين جدا. تاني يوم بقى بيكون اخر يوم في السفريه دي، وبيكون وون عامل لهم مفاجاه وحاجز لهم في الVIP في الطياره، وبيكونوا مرتاحين على الاخر ومبسوطين. ولما بيرجعوا الفندق بيكون المفروض في حفله، لان الفندق دوت عدى عليه 100 سنه وهم المفروض يجهزوا للحفله دي كويس. فون بيقول لاخته ان هو اللي هياخد باله من الحفله ديت وهيرتب لكل حاجه. وبالليل بيخرج مع رانج وبتساله اذا كان سأل الراجل اللي شغال عندهم في الفندق اذا كان شاف مامته زمان ولا لا، بس وون بيقول لها ان هو ما سالوش ولا اي حاجه. يوم بقى الذكرى السنويه للفندق بتكون اخت وون قايله للنائب ان هو هيطلع ويلقي كلمه يعني بصفته انه شخص مهم في نجاح الفندق، بس وون بيطلع واحد تاني كده ابن صاحب بابا وون اللي كان زمان بيساعده كتير قوي في الفندق، وبيطلع ناس كتير شغالين بس شغلانات بسيطه، وبيقول ان هم دول الناس الحقيقيه اللي المفروض نشكرهم لان لولاهم الفندق ما كانش هيوصل للي هو فيه دلوقتي. وفي اليوم ده بقى بالليل وون بيروح لرانج البيت وصحابها ما بيكونوش موجودين، وبيقعدوا مع بعض بياكلوا وبيتفرجوا على افلام. يومها بقى صحابهم بيعرفوا ان هم مرتبطين، وبيعرفوا كمان ان هو صاحب الفندق وان هو بيضحك عليهم يعني من زمان، وان سانج ده مجرد مساعد. فساعتها طريقه معاملتهم ليه بتتغير يعني وبيخافوا منه. بيجي بعد كده بقى لتاني يوم واللي اخت وون كانت قاعده مع النائب وبتصالحه بسبب الموقف اللي حصل في الذكرى البيئة للفندق، وساعتها النائب ده بيفضل يهين في رانج. وون بيجي وبيدافع عنها وبيقول له انه مش من حقه ان هو يعمل كده اصلا، وان هي موظفه عند وون مش عنده هو. نيجي بعد كده بقى لرانج اللي بتروح تقعد مع موظفه قديمه شغاله في الفندق ده وبتسالها عن مامة وون، فساعتها بتكلمها ان هي كانت ست شاطره قوي في شغلها وكمان كانت طيبه، وبتديها صوره ليها. فعلى طول بتكلم وون وبتقول له ان هي عاوزه تقابله، ولما بتروح تقابله بتوريه الصوره بتاعت مامته، بتقول له انه لازم يدور عليها. بعدها بقى بما ان رانج موظفه متميزه فجالها شغل كده في بيت بابا وون، وبيكون يعني الشغل دوت فلوسه اكتر. ولما بتروح بتلاقي ان اللبس غريب قوي وشبه لبس الخدامين كده، وبتلاقي ان وون قاعد مع البنت اللي حضنته في يوم الحفله ديت، واهلهم بيتفقوا ان هم هيتجوزوا. فساعتها بتتصدم قوي وبتكسر طبق بالغلط، فوون على طول بيقوم علشان يطمن عليها. وبعد ما رانج بتمشي وون بيقول لابوه ان هو مش موافق على الجوازه دي وان هو بيحب بنت تانية. بعدها بقى بكام يوم وون بيكلم رانج وبيقول لها تيجي للمطعم اللي هم خرجوا فيه قبل كده، وبيروحوا فعلا وهناك بيفضلوا يتكلموا. وون بيقول لها ان هو عمره ما هيتجوز البنت ديت وان هو بيحبها هي، ولو هي عاوزه تسيبه هو موافق عادي جدا، بس هو لسه بيحبها وهيفضل يحبها. فبتقول له ان هي عمرها ما هتسيبه، بس بابا مش هيوافق على علاقتهم دي. تاني يوم بقى بيكون في اجتماع في الشركه، وون بيقول قدام كل الناس ان هو هيعمل نظام جديد علشان يخلي للفندق ده فروع كتيره جدا بره كوريا. فبابا بيعجب بالفكره دي قوي ويديله السلطه على كل حاجه في الفندق. في اليوم ده بقى وون بيكون عند رانج في البيت وبيقعدوا مع بعض، بس بيكون في حد بيصورهم. وتاني يوم في الشغل بينتشر خبر ارتباط وون، وبابا بيكون عاوز يدفع فلوس عشان الخبر دوت يتشال من الصحف، بس اخت وون بتطلع هي اصلا اللي مطلعه الفضيحه دي يعني، وبتدفع فلوس اكتر عشان الخبر ما يتشالش. ومن حظ رانج ان هما بيكونوا مغطيين على وشها، فبيكون الكل عنده فضول يعرف مين البنت دي. وبعد كده بتقابل وون وبيطمنها وبيقول لها ان هو هيشيل الاخبار دي قريب. والمساعد بتاع وون بيحكي له ان اخته اكيد اللي عملت كده، لانها كانت عاوزه منه ان هو يتفق معاها ضد وون، بس هو مرضاش. وبالليل بقى بتتسرب صور جديده، بس بيكون وش رانج
باين في الصور ديت، وبتكون قلقانه، فاصحابها بيطمنوها ويقولوا لها ان اكيد وون مش هيسيبها يحصل لها حاجه وحشه. وتاني يوم بقى لما بتروح للشغل كل الناس بيفضلوا يبصوا لها كده لانهم عرفوا ان هي مرتبطه بون، وفي واحده بتفضل تسالها في الاسانسير وقعتيه ازاي علشان نتعلم منك، بس وون بيكون واقف وبيدافع عنها وبيقول لهم ان هو اللي حبها الاول وخلاها تقع في حبه وان هي مش بتستغل ولا اي حاجه. نيجي بعد كده بقى لاخت وون اللي بتكون قاعده مع مجموعه من الناس وعاوزاهم يرفضوا قرار ترقيه وون، وساعتها باباها بيخش عليها وبيشيل منها كل السلطات. نيجي بعد كده لبابا وون واللي بيقعد مع رانج وبيقول لها ان هو عاوزها تفكر ان هي تسيب ابنه، وبيقول لها تاخد اجازه كده علشان تعرف تفكر كويس. وبعد كده رانج بتروح تقابل وون بيقول لها ان هو هيسافر في سفريه كده للشغل، والسفريه دي هتقعد 3 اسابيع، وفعلا بيسافر وبيبقوا بيتكلموا مع بعض عن طريق الرسايل يعني. ورانج بتروح لفندق تاني كده ابونا قالها ليه، وبتعرف ان الفندق ده الناس المطروده والمنبوذين بس اللي بيجوا هنا. وبتعدي 3 اسابيع وون بيرجع من السفر وبيروح يسأل على رانج اول ما بيرجع، بس بيعرف ان هي مش في الفندق دلوقتي وان هي اتنقلت لفندق تاني عن طريق باباه يعني، فبيتضايق جدا وبيتعصب. نيجي بعد كده لواحده اسمها بورا واللي بتكون رايحه تقابل ابوه، وبنعرف ان دي مامته وان ابوه زمان طردها وخد منها ابنها من غير ما يخليها تشوفه تاني، والنهارده بتكون جايه علشان تكلمه على موضوع رانج لانها عرفت ان هو مشى البنت اللي ابنه بيحبها، وهي مش عاوزه ان ابنها يحصل له زي ما حصل لها. وبعد كده وون بتقابله وبتقعد تتكلم معاه وبتحكي له هي سابته ليه، بس هو بيقول لها ان هو عارف كل ده وان هي مش غلطانه في حاجه وبيحضنها لان هي بتكون وحشه قوي. يجي بعد كده لرانج واللي بتعرف ان المكان اللي هي شغاله فيه ده هيتقفل اصلا قريب وكل واحد بقى هيرجع لبيته. وفي اليوم ده بقى وون بيجي لرانج وبيقول لها ان هي وحشته قوي. وون بيقول لرانج ان هي ترجع معاه، بس هي بتقول له ان هي وراها لسه شغل هنا محتاجه تخلصه، وبيفضل قاعد معاها لحد بالليل. وساعتها بيعرف ان مدير الفندق الصغير ده اخته هي اللي خلته عاوز يبيع الفندق، بس هو بيقول له ان هو هيشتريه منه وهيجدده هو. بعد كده رانج وون بيمشوا بقى من الفندق. وون بيشتري خاتم حلو علشان يقدمه لرانج ان هو عاوز يتجوزها يعني، وبيروح فعلا علشان يقابلها وبيلبس لبس كويس. وساعتها بتقول له ان هي هتسيب الشغل في فندق الملك وعاوزه تفتح مشروع خاص بيها لوحدها، فبيحس ان ده مش الوقت المناسب ان هو يعرض عليها الجواز. وون بيشجعها في القرار ده على طول. وتاني يوم في الشغل بقى رانج بتودع ابوه وبتستقيل، وكمان بتودع كل زمايلها، وبتلاقي بيت فعلا تعمل في الفندق دوت، وجدتها بتديلها الفلوس اللي هي كانت محوشاها ليها علشان يعني لما تتجوز وانت تجيب شقه. ورانج بتكون فتحت اخيرا الفندق بتاعها بس بيكون صغير ومبيكونش جالها لسه اي زباين. وون بيفضل يطب عليها كل يوم علشان يسليها ومتبقاش قاعده لوحدها، وبيجي كل يوم يعني بحجه شكل. وبعدها بفتره بقى اخيرا وون بيقول لرانج ان هو عاوز يتجوزها وبيعرض عليها الخاتم، ففعلا بتوافق وبيروحوا لجدتها علشان يعرفوها بموضوع الجواز. وبنيجي بقى اليوم الفرح وبيكون كل اهلهم موجودين. وبكده المسلسل بيكون خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتعملوا كمان سبسكرايب على قناتي التانية، وفولو البيج الفيسبوك بتاعتي عشان بنزل لكم هناك كل حاجة جديدة.